أنا متأكد لأن لدي قراءتين. أولا، تفضل. إما أن الأسلحة أدخلت من الحدود للمملكة الجنوبية مع دولة موريتانيا، وهي كما نعلم حدود شاسعة جدا وصعبة المراقبة. والفرضية الثانية هو أن الأسلحة المحجوزة دخلت من الحدود الشرقية. أعتقد على أن القراءة الثانية هي أقرب إلى المنطق والصواب لقرب المنطقة التي تم دفع فيها الأسلحة للحدود الشرقية للمملكة. وأيضا هنا يطرح سؤال من يقف وراء هذه المؤامرة وراء تسهيل إدخال الأسلحة، علما أننا لا نقوم برجم الغيب، لأننا نعلم على أن الدولة الجار ضالعة في تنسيقها مع جماعات إرهابية وجماعات انفصالية في شمال مالي ودول الساحل والصحراء الكبرى، وهذا ما عبر عنه وزير خارجية دولة مالي في الأمم المتحدة. والكل يعلم على أن ربما هناك في قراءة أولية في غياب معطيات دقيقة يمكن القول على أن الأسلحة تم إدخالها من الحدود الشرقية. وأضيف إلى ذلك على أن الأسلحة وجدت ملفوفة بجرائد ورقية صدرت يوم 27 يناير، يعني منذ تقريبا 22 يوم أو 20 يوم من اليوم. الأمر الذي يؤكد المدة الزمنية التي أدخل فيها السلاح هي مدة قريبة جدا، وأعتقد على أن المنطق يقول على أن السلاح أدخل من الحدود الشرقية للمملكة. وسوف نعيد طرح سؤال، لأن هل الأمر يؤكد حجم التحديات الأمنية لبلادنا؟ نؤكد صحيح أن التحديات الأمنية لبلادنا أو التحديات التي تواجه بلادنا هي تحديات كبيرة جدا، بل وعلى قدر كبير من الخطورة. وأعتقد على أن هناك من يسعى إلى زعزعة استقرار الأمن داخل المملكة، سيما وأن هناك استحقاقات رياضية كبرى، تنظيم كأس العالم وتنظيم نهائيات كأس أفريقيا ببلادنا السنة القادمة. الأمر الذي يبدو على أن المخطط مدروس بعناية ويستهدف بالأساس إفقاد شركائنا وحلفائنا الثقة في الدور المركزي للمملكة المغربية في محاربة الإرهاب. هو ربما كما قلت أن الوصول للأسلحة كأسلحة نارية هو أمر خطير وتطور ربما غير مسبوق، لأن أن تصل الأسلحة إلى التراب الوطني، ونحن نعلم أن هذا الأمر يحتاج ممن كان يرغب في أن يصل إلى المغرب يحتاج إلى لوجستيك كبير جدا، لأن المغرب يحمي حدوده بشكل دقيق. هناك محاصرة قوية جدا للمهربين وللجماعات الإرهابية، ولكن رغم ذلك نلاحظ أن هذه الأسلحة وصلت إلى هذه المنطقة، وبالتالي ستطرح الكثير من علامات الاستفهام. وهذه علامات الاستفهام يمكن أن نحللها بأمور. أولا أن الأمر يتعلق بحداثة عمليات جلب هذه الأسلحة النارية إلى المغرب، لأن الجرائد التي تم فيها لف هذه الأسلحة هي تعود لشهر يناير، أواخر شهر يناير، كنظن 25 يناير، معنى أننا لم نصل إلى مدة شهر. استطاعت القوات الأمنية المغربية أن تصادر هذه الأسلحة، وهذا أمر جد جد مهم، لأنها يعني أنها كانت تراقب الامر واستطاعت بعد ذلك الحجر. هذه الامر الاول اللي هو مهم. ثم العدد، نتحدث عن 14 وحده، اذا عندنا 2 ديال كلاشينكوف، 2 ديال البنادق، و10 ديال المسدسات. 14 يعني ان الخليه هي خليه كبيره، تم اعتقال لحد الان 12. إذن فهذا من المفروض أن الاعتماد على عدد أكبر من الأشخاص لاستعمال هذه الأسلحة، وهذا يعني أن ربما قد تكون هناك اعتقالات وبحث عن المشتبهين آخرين مرتبطين بهذه الخلية. ثم الأمر الآخر يتضح من خلال الوسائل التي أصبحت لدى الأجهزة الأمنية المغربية. هناك مستويات متطورة جدا، لأننا نتحدث عن المغرب بالفعل أنه يتوفر على أقمار اصطناعية، وهذا يدل على أن المغرب حريص جدا على مراقبة ترابه الوطني بشكل دقيق. هناك استعمال الكلاب المدربة للبحث عن الأسلحة وعن المعدات المشابهة، فبالتالي أن الأجهزة الأمنية المغربية تطورت كثيرا على مستوى الوسائل والأدوات اللوجستية. ثم الأمر الآخر يجب أن نقر به، وهو أن الوصول إلى منطقة وعرة، لأننا لا نتحدث ربما كانت هي منطقة تدريب، قد تكون خلفية للتدريب، أو أنها كانت ستستعمل كملاذ في بعد العمليات الإرهابية. فبالتالي هذا البلاغ فيه نقط يجب أن نقف عندها بشكل دقيق، لأنها تبين بأننا أمام طفرة في عمل الإرهاب، وكذلك طفرة أكبر في عمل الأجهزة الأمنية المغربية. نقول في قراءتنا على أن من وضع الأسلحة في المنطقة الحدودية الشرقية لا زال حرا طليقا، قد يكون فرد أو مجموعة من الأفراد. التحديات الأمنية الآن بعد تفكيك هذه الكعشة ووضع اليد على أكثر من 12 مشتبه فيه، وحجز ما تم حجزه داخل المملكة، وحجز اليوم الأسلحة النارية، وهي خطيرة جدا، تؤكد على أن التحديات الأمنية لا زالت يعني مطروحة وكبيرة.
وأن الأبحاث الجارية يجب أن تصل إلى من وضع الأسلحة في إقليم الرشيدية، علما على أن المعتقلين الآن تسلموا الإحداثيات لكي يصلوا إلى مكان دفن هذه الأسلحة. وهذا يؤكد على أن هناك مستوى متقدم من التنسيق بين من وضع الأسلحة، بين المسؤول الخارجي في داعش بالساحل والصحراء الكبرى، وبين المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم أمس من طرف ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية. لا نحتاج إلى أدلة للبرهنة على ما نقول. منذ أقل من 3 سنوات قتل 4 من قادة جبهة البوليساريو والذين التحقوا بالدولة الإسلامية بالساحل والصحراء الكبرى، أبو عيسى الصحراوي وأبو عبد الرحمن ووليد الصحراوي، كلهم من القيادات العسكرية في تنظيم المرتزقة بالجنوب الجزائري. ونعلم على أن قيادات أخرى وأعضاء آخرين ينشطون في عمليات تهريب الأسلحة وتهريب السجائر والقيام بعمليات فدائية، لأن الآن نحن في مرحلة الجهاد المالي، اختطاف الرهائن وطلب الفدية وغير ذلك من أنماط هذا النوع من الجهاد. ونعلم على أن الدوائر الاستخباراتية الغربية على علم بأن أعضاء كثر من المرتزقة في الجنوب الجزائري ينشطون في الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء الكبرى. وبالتأكيد يمكن أن أقدم فرضية على أن هذه الأسلحة أدخلت من الجدار، ربما شرق الجدار الفاصل بين المغرب وتندوف أو المناطق المجاورة. ومن المؤكد على أن إحكام الطوق على المرتزقة، لا سيما منعهم من دخول المنطقة العازلة وتطهيرها بطائرات درونس، كله يؤكد على أن هناك تغيير في الاستراتيجيات، وأن هناك تخطيط لضرب المؤسسات الاقتصادية والأمنية والمؤسسات الأجنبية داخل بلادنا. ولا يجب أن ننسى على أن في منذ أقل من شهر أن هناك قيادات سياسية لا سيما في تنظيم البوليساريو كلهم عبروا بشكل صريح على أن المخطط القادم سوف يستهدف إلى القيام بعمليات إرهابية داخل المدن المغربية، من ضمنهم الوالي البشير الوالي وغيرهم من القيادات السياسية في تنظيم البوليساريو. وهذا كله يؤكد ربما فرضية المرتزقة في إدخال وتهريب الأسلحة، وربما في تجنيد هذه الخلية التي تم تفكيكها أمس. إذن كل الفرضيات قائمة، وأعتقد على أن البحث التمهيدي الذي ينجز من طرف ضباط الشرطة القضائية بإشراف وبتأطير وبتوجيه من قضاة النيابة العامة سوف تكشف في الأيام القادمة عن المزيد من المفاجآت، وربما عن الارتباطات الإقليمية لهذه الخلية وعن مصادر تمويلها. لا يجب أن ننسى على أن الدور الإقليمي لبلادنا في محاربة الإرهاب هو دور معترف به دوليا، من الخارجية الأمريكية إلى الدوائر الغربية بأوروبا مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وغيرها من الدول الغربية التي تشيد بالمستوى المتقدم والمتطور للمقاربة الأمنية بالأساس المغربية في مجال محاربة الإرهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية، وأيضا دور المملكة المغربية في محاربة الإرهاب داخل أوروبا والولايات المتحدة ومساعدة حلفائنا وأصدقائنا عن طريق تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية وعن طريق تعميق مستوى التعاون الأمني في هذا الباب. فإذا لا يجب أن ننسى على أن المملكة المغربية أمنت بطريقة مباشرة كبريات التظاهرات الرياضية العالمية من كأس العالم في قطر ومن الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهذا ربما قد يثير نوع من السخط والغضب لدى الفصائل الإرهابية التي تنشط في دول الساحل والصحراء الكبرى. ولكن أعتقد أن أكثر من ذلك يمكن أن أجزم على أن هناك دوائر أجنبية تستهدف أمن واستقرار المملكة المغربية، وربما تقدم بطريقة أو بأخرى عن طريق أجهزة مخابراتها تقدم التأطير ويد العون وربما المساعدة عن بعد من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة المغربية. أعتقد في قراءتي أن الهدف ربما يكمن في فقدان حلفائنا واصدقائنا الثقه في المملكه المغربيه كشريك امني على اعلى مستوى فيما يتعلق بمحاربه الارهاب دوليا واقليميا وجهويا. وهو ما يؤكد أن هذا الأمر جزء من مخطط خطير جدا، ليس بالشكل الذي يمكن أن يتصوره الناس، فهذا مشروع خطير يستهدف زعزعة استقرار المملكة بشكل خطير. الأمر الآخر الذي ممكن أن نستشفه من اتخاذ هذه المنطقة الحدودية والبعيدة كقاعدة انطلاق، يؤكد مرة أخرى أن داعش
تسعى، لا زالت تسعى ولم تتخلى عن مشروعها بمحاولة إقامة ولاية خاصة بها في المغرب. نعم. بعد أن حاولت عدة مرات في منطقة ناظور في شمال المغرب، وهذا ما لاحظناه من خلال الخلايا التي تم توقيفها في هذه المنطقة خاصة منذ سنة 2016. نلاحظ أن التعليمات الصادرة إلى عناصر هذه الخلايا كانت هي التدريبات في الغابات، والهدف الأساسي هو إنشاء ولاية خاصة بداعش في هذه المناطق وشن هجمات انطلاقا من هذا المبدأ والسيطرة على مناطق جغرافية. لذلك فالمنطقة الجغرافية التي تم اكتشاف هذه الترسانة العسكرية منها هي لها دلالة خاصة وتعني الكثير. أولا تعني الحدود الجزائرية، ونحن نعلم أن جميع يعني حينما نرجع إلى الوراء ونحلل المجموعات التي حاولت أن تستهدف المغرب أو قامت بتنفيذ هجمات مسلحة داخل المغرب، كما هو الحال بالنسبة لتفجيرات فندق أسني في مراكش سنة 1995، أو قبل ذلك من محاولة إدخال شبه الإسلامية لأسلحة عن طريق الحدود الجزائرية والقيام بهجمات بعد أن تلقوا تدريبات خاصة في مخيمات تندوف. كلها تؤكد أن المخابرات العسكرية الجزائرية حاضرة، خاصة وأنها في هذه المدة الأخيرة في السنوات الأخيرة قد كثفت من محاولة زعزعة استقرار المغرب بشتى الوسائل. حتى نوضح هذه الفكرة، يعني أنتم أمس أستاذ محمد طيار وعلى قناتنا يعني أثناء مشاركتكم في برنامج الحصيلة قلت بأن هناك ارتباطا واضحا بين عناصر البوليساريو والخلايا الإرهابية. نشرح أكثر على ماذا سندتم في ذلك، خاصة وأنك قلت أن المغرب يعني مهدد بصفة خاصة من التنظيمات الإرهابية في الساحل. أولا علينا أن نعلم أن التنظيمات المتواجدة في الساحل ومنها تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين وميليشيات البوليساريو وكذلك داعش هي تعود إلى نفس المصدر، إلى الأمن العسكري الجزائري، فهو الذي يتحكم في خيوطها. والضربات الأولى التي نفذتها مثلا يعني المجموعات الإرهابية خاصة في عهد الجماعة السلفية للدعوة والقتال كانت استنادا على عناصر من مخيمات التندوف، كما هو الحال بالنسبه لعمر الصحراوي، كما هو الحال للتفجيرات التي تعرضت لها موريتانيا، فكانت على يد عناصر من مخيمات التندوف تابعين لتنظيم القاعده التي اشرفت على تاسيس المخابرات العسكريه. نفس الامر بالنسبه للتنظيم يعني تحول الذي يعني غيرت هذا التنظيم، غير اسمه سنه 2007 الى تنظيم القاعده في المغرب الاسلامي. نفس الامر نجد ان في قيادته العديد من العناصر التي تنتمي الى مخيمات التندوف. نفس القضيه بالنسبه لتنظيم الدوله الاسلاميه في الصحراء الكبرى، فقيادته كلها تقريبا من مخيمات تندوف الذي قام بتأسيس هذا التنظيم من مخيمات تندوف، بل أن المواقع الإعلامية التابعة للبوليساريو ومنذ سنة يعني 2014 كانت تتحدث عن انتشار داعش في مخيمات تندوف، أي أن هذه يعني القنوات الإعلامية أو وسائل الإعلامية الإلكترونية أو جرائد ما نسميها ما نشئت وهي تابعة للبوليساريو كانت تتحدث بصراحة عن انتشار فكر داعش داخل مخيمات تندوف. عدة أشخاص يتم التغرير بهم عن طريق وسائل التواصل وعن طريق الانترنت بشكل عام، ويتم التغرير بهم عن طريق اشخاص يرفعون لواء الجهاد الى غير ذلك، واغلبهم يكون في خدمه المخابرات العسكريه الجزائريه. لذلك المستهدف بالدرجه الاولى هو المغرب، المستهدف هو جميع المساعي التي يقوم بها المغرب من أجل بناء الاستقرار في هذه المنطقة، والمستهدف كذلك هو عرقلة تقدم المغرب وزعزعة استقراره ومنع أي تطور للمسار الاقتصادي والتنموي الذي يعرفه المغرب. مكنت الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إطار البحث الجاري على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية. وحسب بلاغ لخطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، فقد أسفرت الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديداً بالضفة الشرقية لودقير بتل مزيل جماعة وقيادة ودنعام بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وقد أوضحت المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي بأن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة. وإهمالا لبروتوكول الأمن والسلام الخاص بالتهديدات الإرهابية،
خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة. فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية. وقد مكنت عمليات التفتيش والتمشيط التي استغرقت أكثر من 3 ساعات تقريبا من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025. وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة في إطار هذه العملية في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة وبندقيتين ناريتين و10 مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة. وقد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز وجردها بشكل مفصل من أجل حالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستية والتقنية اللازمة. وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية. وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق المنسقين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية. وبموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لا زالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.